الأخ الجكومي معرفتي به معرفة طويلة، يمكن تعدت 20 سنة. أول مرة قابلت الجكومي ده أنا كنت رئيس قسم الأخبار في جريدة الصحافة. الكلام ده قبل ما بين 15 ل 20 سنة. وكان الجكومي ده تبع الحزب الاتحادي تبع الهندي وجاي من مصر. وكان في لقاء للرئيس السابق عمر البشير في قاعة الصداقة، لقاء كده مع القيادات السياسية وكده. ومعظم الناس طبعا بيطبلوا للرئيس وللنظام وكده. فالجكومي عمل حاجة غريبة جدا، طلب الفرصة عشان يتكلم ويقف، وهاجم ليكر الإنغازي هجوم شديد جدا، وهاجم عمر البشير وقال بلد ما فيها حريات، ما فيها الكلام ده. كان يعني في الوقت ده كان كلام غريب جدا، يعني ما في زول بيقدر يتفوه به وكده. وانا كنت مغطي الجلسه دي، فمشيت وعملت خبر كبير جدا، منشيت عن الجكومي وعن الحزب الاتحادي وده ممثله وكده. هم كانوا يدوب في مصالحه يعني ما بين جماعه الهندي وما بين حزب المؤتمر الوطني. دي كانت اول معرفه لي بيه. وبعد ذلك تلاقينا في مواقع كثيره جدا. كل المواقع اللي تلاقينا فيها مع الجكومي بجد يعني هو كان راجل شجاع جدا، راجل مصادم جدا. في عنده وجهين الجكومي، وجه رياضي ووجه سياسي. في الاثنين كان راجل عنيف جدا، وكان متصلب جدا برايه. ما عنده جوانب سلبيه طبعا، ما في انسان متكامل. من الجوانب السلبيه انه الاتحاد الحالي اللي هو اتحاد شداد هو يمكن كان صاحب الفكره في الانقلاب على اتحاد معتصم جعفر، وهو جمع الناس وجمع الاتحادات وكده. لكن لما الناس مشت لمرحله وجابوا سر الختم، الفريق سر الختم كان عنده راي واضح في الجكومي، وتقريبا ابعده من المجموعه. بعد ذاك طوالي الجكومي تحول الى معارضه، وبقى يقول انه الجماعه دي تبع المؤتمر الوطني وكده وكده. محمد سيد أحمد الجكومي، مرحبا. تحدثت كثيرا عن إزالة التشوهات عن الرياضة، ماذا قدمت لها أو ماذا فعلت من أجلها؟ والله يعني لعله يبان وجودي في مريخ الحصحيصة. مريخ الحصحيصة عاد له ألغه وعادت له قوته، وبالتالي قد حققت إنجازا في مريخ الحصحيصة. تصدر الدوري في زمني، ومن ثم لعب التأهيلي، وكان قاب قوسين أو أدنى من أنه يصل إلى الدور الممتاز. عند رئاستي في اتحاد الحصحيصة استطعت أن أدعم البنيات التحتية في الحصحيصة التي ظلت لأكثر من 20 عاما ما موجودة. يعني في عهدنا بنينا المصطبة الجنوبية وكانت مكسرة لأكثر من 20 سنة. عملنا على دعم كل الأندية بمختلف درجات الأولى والثانية والثالثة بمعدات رياضية سنوية. عملنا على إعادة إنتاج النجيل لمرة أخرى. عملنا الري الحديث، وهو لم يكن موجود إلا في استاد المريخ واستاد الهلال، الري المدفعي. واستطعت كذلك أن أجلب خزان مياه للاستاد. استطعت كذلك أن أمد الحي الذي يلي الاستاد بالمياه. وبالتالي إنجازاتنا في اتحاد الحصحيصة والمريخ لا يمكن لأي إنسان أن يتجاوزها. قلت بأنك ذو النصيحة وليس مثير للجدل، متى قدمت نصيحة ولمن وماذا كانت هذه النصيحة؟ طول عمري أنا أتحدث حديث واقعي وحديث شفاف. وأحيي هنا أخونا صلاح إدريس الذي كان يسميني بملك الشفافية. وبالتالي كل ما أقوله هو نصيحة يأخذ بها من يأخذ ويرفض من يرفض. ولذلك كانت أقوالي لا تصادف هوى عند بعض الناس، ولكنها تصادف هوى عند الأغلبية. اعترفت بوجود محاصصات بالحكومة الحالية؟ ما في شك. واعترفت كذلك بأنه الحرية والتغيير الآن هي لم تصنع الثورة. الثورة صنعوها أولئك الغبش الذين خرجوا من كل أحياء وفرقان السودان. وأحيي عبرك أهلي في الدمازين في ولاية النيل الأزرق التي خرجت يوم 13 ديسمبر، والتقطت الغفاز بعدها مدينة عطبرة وما أدراك ما عطبرة. وبالتالي فإن الثورة السودانية خرجت من الهامش ولم تخرج من المركز الخرطوم.
ولذلك عندما جلسنا في اجتماعات التأسيس للحرية والتغيير كنا نحاول أن نلتحق بركب الثورة السودانية. وبكل أسف لما تم إنجاز الثورة السودانية جاءت الجهات ما أسهمت إسهام فاعل في قيادة الثورة حازت على نصيبة في قوى إعلان الحرية والتغيير. ولذلك نرى الآن أن الشارع السوداني لم يصبح هو شارع الحرية والتغيير، ونرى الآن الشارع هو ليس شارع تجمع المهنيين الذي كان يصدر الجداول. والكلام ده كله ظهر عندما أعلن تجمع المهنيين لأكثر من مرة إنه يريد من الناس أن يخرجوا في الموكب العلاني، وكان الناس لا يخرجون. إذن نحن الآن نحتاج إلى إعادة صياغة الحرية والتغيير لنعطي الذين أسهموا حقيقة أن يكونوا موجودين في صنع القرار، وأخص منهم لجان المقاومة التي كنا داخل المعتقل بنكون سعيدين لما يعني تخيل أنت داخل المعتقل لما يجيبوا لك معتقل جديد بتكون فرحان بدل تكون زعلان إنه ده اعتقلوه وحبسوه وحيتعرض للتعذيب وكده. فكنا بنكون سعيدين لأنه بيدينا التفاصيل ما يدور خارج الشارع، لأنه في أحيان كثيرة كان يغلق مننا التلفزيون، وبالتالي ناس شنبات وناس العباسية وناس بري وناس الكلاكلات وناس الثورات ديل هم صنعوا الثورة. وأنا أحيي شهداء الثورة السودانية بداية منذ قبل الاستقلال ونهاية ب 11 ديسمبر، وكذلك شهداء على اعتصام. وأحيي هذه الأسر التي فقدت أبنائها، وبالتالي لا بد من إعادة وإنتاج قوى إعلان الحرية والتغيير حتى تمثل الشارع السوداني تمثيل حقيقي. الآن الحرية والتغيير فقدت التعاطف وعملت حتى على إفشال مباحثات السلام التي نقودها الآن عبر الجبهة الثورية في جوبا. كثير من القوى السياسية أيضا يعني لا تريد لمنبر جوبا النجاح، وواحدين تزرعوا بمسألة المسارات، ولكن منبر جوبا قادم لإعادة صياغة الواقع السياسي السوداني. أنا هنا أترحم على روح الصديق والأخ العزيز الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع، ونسأل له المغفرة، وباسم كيان الشمال وباسم الجبهة الثورية وباسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل نتضرع للمولى أن يتغمده بواسع رحمته. باسم مسار الشمال كونتم مسار من عدم وأسميتوه مسار الشمال، والآن هو بالمفاوضات بجوبا. هو لم يخلق من عدم، لعل واحدة من عبقرية الجبهة الثورية إنه قسمت المسارات لكل السودان. مسار دارفور يعبر عن قضايا دارفور، مسار المنطقتين يعبر عن قضايا النيل الأزرق وجبال النوبة، مسار الوسط يعبر عن قضايا كل هذه المناطق بها حروب، ولكن هل الشمال الآن به حروب لتكوين مسار يعبر عن الشمال باسم مسار الشمال؟ ليس بالضرورة أن أحمل السلاح، وليس بالضرورة أن أقتل أهلي، وليس بالضرورة أن أشرد أهلي ويعيشوا لاجئين ويعيشوا في دول الجوار، ولكن العبقرية تقتضي أنك تقاتل من أجل قضايا أهلك ليس بالسلاح وحده. صحيح في فترة من الفترات البشير قال أنا جيت بالسلاح الدائرني دائر الحكم يشيلوا بالسلاح، تصدت له هذه المجموعات وعلى رأسها التجمع الوطني الذي أيضا كانت لديه قوات سواء كان في التحالف السوداني سواء كان في جيش الفتح الذي يتبع للاتحاد الديمقراطي. نحن ولجنا عن طريق الكلمة، ولعل الكلمة هي التي غادت إلى اندياح الإسلام، يعني بشروا ولا تنفروا وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن استطعنا بسلاح الكلمة أن نحقق لأهلنا الذين يعتبرون المهمشون الأوائل في السودان، وهذا ما احترف به قرن عندما التقيته في نفاشة في 2005 قبل أن تظهر حركات كثيرة، فقلت له أنت ليه دار تضم أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق للقضايا بتاعت الجنوب؟
قال لي لأنها همشت من الشمال. قلت له ماذا تعني بالتهميش؟ قال لي انعدام الخدمات الأساسية. كان حاضرا هذا اللقاء دكتور عبد النبي علي أحمد. نحن كنا وفد من الأحزاب المعارضة، ذهبنا لقرن لإثنائه عن الحوار مع المؤتمر الوطني، لأننا كنا نعلم إن المؤتمر الوطني سيخطط لانفصال الجنوب، وهذا ما حدث. شوف الكلام ده في 2005 ذهبنا وفد بقيادة أخونا عبد الله دين نيال وعبد النبي علي أحمد الأمين العام لحزب الأمة ومحمد سيد أحمد وآخرين. في اللقاء ده كان موجود باغانمون، إدوارلينو، ياسر عرمان، مالك عمار، ياسر عرمان، مالك عقار، رياك مشار. فقلت له أنا الآن أنزع عني عمامة الحزب الاتحادي الديمقراطي وأتحدث معك باعتبار واحد من أبناء الشمال. قلت له لك أن تعلم أنه من تمشي من الخرطوم حتى وادي حلفة ليس هنالك كوبري يربط بين الشرق والغرب، وفي أيام الفيضان والدميرة يموت أهلي عبر انقلاب المراكب. ليست هنالك ماسورة تفتح ماسورة موية، ما في، نعتمد على الكرجاكات. نحن الشريط النيلي حصرنا في أن نعيش 2 كيلومتر هنا و2 كيلومتر هناك، وبالتالي الزحف الصحراوي حتى في بيوتنا الزحف الصحراوي يعني زي ما تقولي يتلب الحيطة وتجيك الرمال داخل. وقرن قال أنا ما بفتكر إنه والله الشمالية الحكم أولاد السودان هي بهذا الوضع. رياك مشار هسه قال لنا في الجنوب، قال له والله الكلام قالوا سر الختم ده والله شوية نحن مشينا أبو حمد وجدنا حياة ولكن وجدنا ناس ولكن لم نجد حياة. ولذلك الشمال هو المهمش الأول باعتراف الآن قادة الحركات المسلحة مني أركم الناوي، دكتور خليل الزاد طيب لاقيناه في 2005 ومني لاقيناه في 2005 وعبد الواحد في أسمرة، وكل الحركات دي الآن رئيس الجبهة الثورية الهادي. وقالوا في المفاوضات نحن والله ما كنا قايلين عندكم قضايا زي دي. المناطق الثانية الطبيعة لم تهمشها، ولكن الشمال همشته الطبيعة زي ما قال لهم توت، قال لهم الشمال ذاته الطبيعة مهمشاه، وبالتالي احنا مهمشين. ولذلك استطعنا أن نقدم كتابنا بيميننا ونطلع باتفاق. هذا يعني أنكم الآن تعبرون عن قضايا الشمال وعن إنسان الشمال وعن مشاكل الشمال. من الذي فوضكم لهذا؟ من الذي فوضنا عندما ذهبنا وقابلنا قرن في 2005 في الأدغال؟ من الذي فوضنا عندما ذهبنا وقابلنا خليل إبراهيم في حداش معسكر وفي ربدة؟ من الذي فوضنا عندما قابلنا مني أركم الناوي وعبد الواحد محمد نور في أسفر 2005؟ من الذي فوضنا عندما كنا نقاتل من أجل إعلاء صوت الشمال المهمش من العام 2005؟ فوضونا أهل الشمال أصحاب المصلحة الحقيقية الذين ينتموا إلى كيان الشمال والذين حملونا هذه الأمانة عندما التقيناهم في لقاء جماهيري شهر 9 الماضي في نادي الزومة. نحن نعبر عن إنسان الشمال، ومساحات التعاطي والتعامل عبر قضايا الشمال موجودة. كل يريد أن يقدم فالساحة موجودة، ولكن لوجودنا داخل الجبهة الثورية والتي كان حينها عندما يلتصق اسمك بالجبهة الثورية توضع في السجن وتقدم إلى المحاكمة من أجل أن يتم إعدامك. هؤلاء كانوا لايزين بالصمت ونائمين في بيوتهم، وكان كيان الشمال يقاتل وحده من أجل قضايا الشمال. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى تفويض، ولكن الذين يتحدثون الآن نقول لهم أين كنتم عندما كان كيان الشمال يتصدر المشهد مع حركات الكفاح المسلح؟ نحن فوضنا أنفسنا من أجل خدمة قضايانا والتي بحمد الله وفضله قد أنجزناها. والآن كل إنسان الشمال يعني يدين بالشكر والتقدير لكيان الشمال لأنه استطاع أن يعبر بقضايا الشمال إلى مصاف الحركات التي حملت السلاح، ونحن لم نحمل السلاح. الشارع السوداني لم يصبح هو شارع الحرية والتغيير، ونرى الآن الشارع هو ليس شارع تجمع المهنيين الذي كان يصدر الجداول. والكلام ده كله ظهر عندما أعلن تجمع المهنيين لأكثر من مرة إنه يريد
من الناس أن يخرجوا في الموكب العلاني وكان الناس لا يخرجون. إذن نحن الآن نحتاج إلى إعادة صياغة الحرية والتغيير لنعطي الذين أسهموا حقيقة أن يكونوا موجودين في صنع القرار، وأخص منهم لجان المقاومة التي كنا داخل المعتقل بنكون سعيدين لما يعني تخيل أنت داخل المعتقل لما يجيبوا لك معتقل جديد بتكون فرحان بدل تكون زعلان إنه ده اعتقلوه وحبسوه وحيتعرض للتعذيب وكده. فكنا بنكون سعيدين لأنه بدينا التفاصيل ما يدور خارج الشارع، لأنه في أحيان كثيرة كان يغلق مننا التلفزيون، وبالتالي ناس شنبات وناس العباسية وناس بري وناس الكلاكلات وناس الثورات ديل هم صنعوا الثورة. وأنا أحيي شهداء الثورة السودانية بداية منذ قبل الاستقلال ونهاية ب 11 ديسمبر، وكذلك شهداء على اعتصام. وأحيي هذه الأسر التي فقدت أبنائها، وبالتالي لا بد من إعادة وإنتاج قوى إعلان الحرية والتغيير حتى تمثل الشارع السوداني تمثيل حقيقي. الآن الحرية والتغيير فقدت التعاطف وعملت حتى على إفشال مباحثات السلام التي نقودها الآن عبر الجبهة الثورية في جوبا. كثير من القوى السياسية أيضا يعني لا تريد لمنبر جوبا النجاح، وواحدين تزرعوا بمسألة المسارات، ولكن منبر جوبا قادم لإعادة صياغة الواقع السياسي السوداني. أنا هنا أترحم على روح الصديق والأخ العزيز الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع، ونسأل له المغفرة، وباسم كيان الشمال وباسم الجبهة الثورية وباسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل نتضرع للمولى أن يتغمده بواسع رحمته. باسم مسار الشمال كونتم مسار من عدم وأسميتوه مسار الشمال، والآن هو بالمفاوضات بجوبا. هو لم يخلق من عدم، لعل واحدة من عبقرية الجبهة الثورية إنه قسمت المسارات لكل السودان. مسار دارفور يعبر عن قضايا دارفور، مسار المنطقتين يعبر عن قضايا النيل الأزرق وجبال النوبة، مسار الوسط يعبر عن قضايا. كل هذه المناطق بها حروب، ولكن هل الشمال الآن به حروب لتكوين مسار يعبر عن الشمال باسم مسار الشمال؟ ليس بالضرورة أن أحمل السلاح، وليس بالضرورة أن أقتل أهلي، وليس بالضرورة أن أشرد أهلي ويعيشوا لاجئين ويعيشوا في دول الجوار، ولكن العبقرية تقتضي أنك تقاتل من أجل قضايا أهلك ليس بالسلاح وحده. صحيح في فترة من الفترات البشير قال أنا جيت بالسلاح الدائرني دائر الحكم يشيلوا بالسلاح، تصدت له هذه المجموعات وعلى رأسها التجمع الوطني الذي أيضا كانت لديه قوات سواء كان في التحالف السوداني سواء كان في جيش الفتح الذي يتبع للاتحاد الديمقراطي. نحن ولجنا عن طريق الكلمة، ولعل الكلمة هي التي غادت إلى اندياح الإسلام، يعني بشروا ولا تنفروا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن استطعنا بسلاح الكلمة أن نحقق لأهلنا الذين يعتبرون المهمشون الأوائل في السودان، وهذا ما احترف به قرن عندما التقيته في نفاشة في 2005 قبل أن تظهر حركات كثيرة، فقلت له أنت ليه دار تضم أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق للقضايا بتاعت الجنوب؟ قال لي لأنها همشت من الشمال. قلت له ماذا تعني بالتهميش؟ قال لي انعدام الخدمات الأساسية. كان حاضرا هذا اللقاء دكتور عبد النبي علي أحمد، نحن كنا وفد من الأحزاب المعارضة ذهبنا لقرن لإثنائه عن الحوار مع المؤتمر الوطني، لأننا كنا نعلم إن المؤتمر الوطني سيخطط لانفصال الجنوب، وهذا ما حدث. شوف الكلام ده في 2005 ذهبنا وفد بقيادة أخونا عبد الله دين نيال وعبد النبي علي أحمد الأمين العام لحزب الأمة ومحمد سيد أحمد وآخرين. في اللقاء ده كان موجود باغانمون، إدوارلينو، ياسر عرمان، مالك عمار، ياسر عرمان، مالك عقار، رياك مشار.
فقلت له أنا الآن أنزع عني عمامة الحزب الاتحادي الديمقراطي وأتحدث معك باعتبار واحد من أبناء الشمال. قلت له لك أن تعلم أنه من تمشي من الخرطوم حتى وادي حلفة ليس هنالك كوبري يربط بين الشرق والغرب، وفي أيام الفيضان والدميرة يموت أهلي عبر انقلاب المراكب، ليست هنالك ماسورة تفتح ماسورة موية، ما في، نعتمد على الكرجاكات. نحن الشريط النيلي حصرنا في أن نعيش 2 كيلومتر هنا و2 كيلومتر هناك، وبالتالي الزحف الصحراوي حتى في بيوتنا الزحف الصحراوي يعني زي ما تقولي يتلب الحيطة وتجيك الرمال داخل. وقرن قال أنا ما بفتكر إنه والله الشمالية الحكم أولاد السودان هي بهذا الوضع. رياك مشار هسه قال لنا في الجنوب، قال له والله الكلام قالوا سر الختم ده والله شوية نحن مشينا أبو حمد وجدنا حياة ولكن وجدنا ناس ولكن لم نجد حياة. ولذلك الشمال هو المهمش الأول باعتراف الآن قادة الحركات المسلحة مني أركم الناوي، دكتور خليل الزاد طيب لاقيناه في 2005 ومني لاقيناه في 2005 وعبد الواحد في أسمرة، وكل الحركات دي الآن رئيس الجبهة الثورية الهادي وقالوا في المفاوضات نحن والله ما كنا قايلين عندكم قضايا زي دي. المناطق الثانية الطبيعة لم تهمشها ولكن الشمال همشته الطبيعة زي ما قال لهم توت، قال لهم الشمال ذاته الطبيعة مهمشاه، وبالتالي احنا مهمشين. ولذلك استطعنا أن نقدم كتابنا بيميننا ونطلع باتفاق. هذا يعني أنكم الآن تعبرون عن قضايا الشمال وعن إنسان الشمال وعن مشاكل الشمال. من الذي فوضكم لهذا؟ من الذي فوضنا عندما ذهبنا وقابلنا قرن في 2005 في الأدغال؟ من الذي فوضنا عندما ذهبنا وقابلنا خليل إبراهيم في حداش معسكر وفي ربدة؟ من الذي فوضنا عندما قابلنا مني أركم الناوي وعبد الواحد محمد نور في أسفر 2005؟ من الذي فوضنا عندما كنا نقاتل من أجل إعلاء صوت الشمال المهمش من العام 2005؟ فوضونا أهل الشمال أصحاب المصلحة الحقيقية الذين ينتموا إلى كيان الشمال والذين حملونا هذه الأمانة عندما التقيناهم في لقاء جماهيري شهر 9 الماضي في نادي الزومة. نحن نعبر عن إنسان الشمال ومساحات التعاطي والتعامل عبر قضايا الشمال موجودة، كل يريد أن يقدم فالساحة موجودة، ولكن لوجودنا داخل الجبهة الثورية والتي كان حينها عندما يلتصق اسمك بالجبهة الثورية توضع في السجن وتقدم إلى المحاكمة من أجل أن يتم إعدامك. هؤلاء كانوا لايزين بالصمت ونائمين في بيوتهم، وكان كيان الشمال يقاتل وحده من أجل قضايا الشمال، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى تفويض. ولكن الذين يتحدثون الآن نقول لهم أين كنتم عندما كان كيان الشمال يتصدر المشهد مع حركات الكفاح المسلح؟ نحن فوضنا أنفسنا من أجل خدمة قضايانا والتي بحمد الله وفضله قد أنجزناها. والآن كل إنسان الشمال يعني يدين بالشكر والتقدير لكيان الشمال لأنه استطاع أن يعبر بقضايا الشمال إلى مصاف الحركات التي حملت السلاح، ونحن لم نحمل السلاح. شكرا جميلا محمد سيد أحمد الجقومي على هذه المساحة. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله.